السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صراحة أنه أنفق في السنوات الأخيرة وخاصة من بعد كامب ديفيد أنفق كثير من الوقت والجهد والمال لتحقيق أهداف محددة. الأهداف هذه بعيدة عن الأهداف السياسية والعسكرية، كان الهدف منها هو تغيير الوعي العام للإنسان العربي والإنسان المسلم، وزرع يعني بعض المعلومات اللي أراد الغرب إن هو يزرعها في هذا العقل. أولها حسب ما أتذكر وحسب ما عشت وشفت، يعني فكرة أن الفلسطينيين هم من باعوا أرضهم. الفلسطينيين باعوا أرضهم وتخلوا عنها وهاجروا وسابوها، وما فيش مسؤول حد تاني إن هو يرجع لهم أرضهم اللي هم تخلوا عنها. الفكرة الثانية إن الفلسطينيين أساسا معظمهم خونة ومعظمهم لا يستحقوا هذه الأرض. إن هم رفضوا الدخول في عمليات سلام والدخول في مشاركة في اتفاقات كامب ديفيد الأولى، ولذلك لم يحصلوا على مكاسب. الأهداف التانية برضو إن الجماعات أو المنظمات اللي بتقاتل في أرض فلسطين أو بتحاول تحرير أرض فلسطين هي منظمات إرهابية، وأنفق العالم كثير من الوقت والجهد لإثبات أن هذه المنظمات إرهابية، سواء كانت حماس أو الجهاد الإسلامي أو الجبهة الشعبية أو حتى منظمة التحرير الفلسطينية. كان البعض بيحاول تصوير على أن هي منظمات إرهابية إن لم تنخرط في عمليات التسوية اللي طبعا يعني عاش العالم من كامب ديفيد حتى الآن، في كامب ديفيد الثانية وفي أوسلو وفي كل جولات التفاوض التي لم تجدي نفعا. يعني كانوا دايما بيشوفوا إن لما ينخرطش في هذه العمليات بيكون إنسان إرهابي أو إنسان متطرف أو إنسان معادي للسامية أو إنسان لا يملك ثقافة التعايش السلمي. ولكن بحرب غزة الأخيرة، وطبعا حصلت حروب في غزة كتير، فيعني في السنين اللي فاتت كل سنتين ثلاثة في معركة في غزة، ولكن ما أحدثتش الصدمة الثقافية اللي الحرب الحالية صراحة أحدثتها. ليه؟ لأن هذه الحرب يعني تأثيرها القوي يعني ربما يكون المشاهد على قناة تلفزيون أو على وسائل التواصل الاجتماعي إن تأثيرها دموي وتدمير منازل وقتل أطفال ونساء وقتل مجموعة من الإسرائيليين في المقابل أو رشقات صاروخية من هنا وهنا. ولكن أنا شايف إن التأثير القوي لهذه الحرب ليس على الأرض وليس على المنشآت وليس على الأفراد، يعني في مسألة الحياة أو الموت، ولكن التأثير القوي لها هو على الوعي يعني الثقافي عند الإنسان العربي والمسلم بالخصوص وفي جميع أنحاء العالم. أولا، لم يعد بالإمكان بعد الآن تقديم أمريكا على أنها شريك في السلام أو راعية للسلام أو أنها الديمقراطية الحلم لكل إنسان عربي ومسلم أو إنسان موجود في العالم أن يبقى يتطلع لهذه الديمقراطية ولا هذه الثقافة. لم يعد بالإمكان تقديم الغرب على أنه نموذج رائع للحياة التعايش السلمي والحياة الكريمة والديمقراطية وإلى ذلك. لم يعد بالإمكان بعد الآن يعني أن تنظر إلى هذه الصورة. لم يعد بالإمكان إقناع الإنسان العربي والمسلم أو الإنسان الحر في العالم بأكمله أن الفلسطينيين باعوا أرضهم وتخلوا عنها بعد كل ما يلاقوه وكل ما يواجهون من أجل هذه الأرض. لم يعد بالإمكان يعني طمس معالم من هو العدو ومن هو الصديق. الأمور اتضحت، الأمور انجلت. ربما يفنى هذا الجيل، سيموت نتنياهو ويموت شارون ويموت بلينكن ويموت بايدن ويموت الحكام ويموت الأفراد والمحكومين، وتنشأ أجيال جديدة في سنة الحياة لن ينطلي عليها أبدا الأكاذيب التي سيقت وروجت في السنين الماضية. والشباب الموجود في هذه المرحلة في كل مكان من أماكن العالم لن يمكن أبدا يعني زرع تلك الأكاذيب وتلك الأباطيل في ثقافته وفي تركيبة عقله. الإعلام
والسوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي والعالم المفتوح الذي أسس له الغرب هو الذي يعني صنع هذه الانكشافة وهذه يعني هذا الوضوح في المواقف. ولأول مرة أمريكا أراها في حياتي طيلة 50 عام تتصرف بهذا الشكل الغبي والغير مدروس في أن تظهر للعالم أنها تقف مع جانب ظالم ضد جانب مظلوم. كانت يعني تتوارى، كانت بتصنع نفس المواقف. دايما أمريكا كانت ترعى إسرائيل، ولكن كانت في المقابل يعني تحسن الوجه وتحاول أن تثبت أنها طرف محايد أو كل دول الغرب كذلك كانت تفعل ذلك. حتى الدول العربية التي لها موقف متخاذل وتخاذلها واضح كانت دائما يعني تميع الموقف شيئا ما، تلقي بعض خطابات يعني لإثارة عواطف الشعوب ثم تتراجع رويدا رويدا، وكانت الأمور تميع. ولكن في هذه المرة صراحة صنع أهل غزة بما فعلوه وما يلاقونه الآن يعني صحوة غير طبيعية وغير معقولة في الوعي الثقافي العربي، سيظهر يعني أثرها لقرون قادمة إن لم يكن يعني لطيلة العمر إلى أن تقوم الساعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.